والله صعب. صعب يفوت بوحدة. موتك مربع، موتي رفيع. موتي تمثيل. والله سخت هيجي تصوير فلاش وهيج. والله لو مو اضاءة ما يصير بناس الخير. لو اضاءة 3 اضاءات هم التصوير مو زين قباله. قلت لو خليه على الشحن واحنا رايحين تجيب صمون انت تقول لي لا يدقون علي. وانت واحد انت رسالة اسئلة بس ما تدز لك رسالة. منتظرين الموبايل عباس يشحن وهاي كواليس. ولا هو الموبايل ما بيمسح حتى مثلا نمسح اشياء معينة. التحدي من 100 دولار راح اكتب. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم عندنا فيديو جديد اللي هو تحدي. انا راح اسال عباس 5 اسئله بكرة القدم اللي هي الطوبة، وعباس راح يسالني 5 اسئله. انا ما اعرف اللي هو مجهزه ولا هو يعرف اللي انا مجهزه. بالضبط. يعني هسه نبدي بالاسئله. وطبعا انا ما اعرف الطابوق جاي يصور. ما اعرف مبينين لا خليناها على الله. المهم كاتبين احنا الاسئله. انا كاتب العب من اللي يبدي؟ نبدي حجر ورقه مقص. من يبدي؟ تمام. اللي يفوز هو اللي يبدي. حجر ورقه مقص. انت تبدي يلا. طبعا هنا اللي هو اي مثل ما قلنا انه اكو 5 اسئله راح اقول لياسر، بالمقابل هو من 5 اسئله راح يقول لي. بس سؤال التلواني. لا اقول لك 5 اسئله كلها، انه انت قول 5 اسئله كلها. يلا. اول سؤال اذكر. علي صوتك علي صوتك. اول سؤال اذكر 5 لاعبين حققوا دور الابطال مع الانتر ميلان 2010. عباس جاي شنو عذاب؟ انتر ميلان 2010 جيل 2010 زين. ايش قد عندي وقت؟ واحد اثنين ثلاثة. دياغو دي ميليتو، خوسيليو البرازيلي، سيزار، خلي سيزار اقصد، ودياغو دي ميليتو، النجم مالته شنايدر، شنايدر موجود هذا، لوسيو، قلب الدفاع 4. ما اعرف، انت تقدر ترجع الفار تتاكد. زين. بعد بعد شباب الهدف انه من 5 اسئله منو راح يجاوب اعلى؟ مثلا انا اذا جاوب 4 وياسر 3 انا فزت. هاي السؤال الثاني اذكر 4 لاعبين شاركوا في تشكيله اتلتيكو مدريد في نهائي لشبونه 2014. لا عباس شنو هالاسئله؟ احمد والديك يا اخي مو يعني حاول تستذكر يعني 2014 يعني ايش قد كان عمرنا 10. احمد والدي انا شفت النهائي، شفته بث مباشر كله، بس على الاقل قول الريال. على الاقل اعدد لك اللي سجلوا 4. كورتوا 2000، كورتوا، جودين، كوكي، شو اسمه بعد. يلا السؤال الثالث اذكر 3 لاعبين حققوا الكرة الذهبية وبنفس السنة ما اخذوا جائزة الذبست. صعب يومك. صرت تحكي رونالدو البرازيلي. زين. 2000 او 2002 رونالدينيو. ماخذ الذبست. السؤال الرابع اذكر لاعبين بالتشكيلة الأساسية مع هولندا في مونديال 2010 كأس العالم 2010. عباس والله يا سيد انا ما سويت شيء هيك معقده، هو مسويها معقده كلش. الشيء الايجابي ايه انا كاتب اذكر لاعبين فما محدد لاعبين 2. ايه بس 2 بس 2. مونديال 2010 روبن بالتشكيله الاساسيه ضروري. اي روبن و شنايدر. هسه وصلنا للسؤال الاخير. لا عجوب الله اللي يستر. هسه انت حاليا شباب الموكب لو تسمعون موكب فاتونيا من الزنجيل اليوم 7 من محرم. هسه وصلنا للسؤال الاخير. ايه يذكر لاعب. ايه السؤال الاخير في نهائي 2002 فاز الريال على باير ليفركوزن، اخذوا الريال النتيجة 2-1 والكل يعرف المقص الشهير زيدان بالهدف الثاني، لكن السؤال من هو اللاعب اللي سجل الجول الاول؟ ما اعرف. والله عذاب شنو هالاسئله؟ والله ما اعرف الجول. راؤول اقول هيك راؤول. يشوف الفار راؤول. هسه احنا شفنا النتيجة مال ياسر، راح تشوفون انتم وتشوفون انه اذا كانت اجابات ياسر صحيحة او غلط. هسه راح الاسئلة مال ياسر الي
اي والله هذا كلش ايزي. لا ماكو، ما يصير. وهسه رجعنا لكم شباب ورا ما راح الموكب. المهم هسه مني العباس. من ياسر راح يقول لي 5 أسئلة وانا المفروض اجاوب باقل من دقيقة. السؤال الاول، اذكر 5 لاعبين سجلوا اكثر من 200 هدف في مسيرتهم. اوكي، عندنا كريستيانو رونالدو، ميسي، نيمار، مبابي، زين، ابراهيموفيتش، زلاتان ابراهيموفيتش. صحيح، هذا السؤال الاول صحيح. تمام. كملين 11 ثانية. المهم السؤال الثاني شباب لك اسئلة بسيطة. السؤال الثاني، اذكر 4 لاعبين سجلوا وصنعوا بالموسم الواحد أكثر من 15 هدف في آخر 4 مواسم. 4 لاعبين بنص آخر 4 مواسم؟ إيه. وشنو عباس اسمعني افتهمني. من 2019 ل 2024. يعني هو شرط 4 مواسم بموسم واحد؟ آخر لا يعني الموسم 2019 سجل أكثر. بالمر واحد. اي كين كمل بعدين شوف. بالمر، كين، كريستيانو ويا ميسي. ليفاندوفسكي. هذا صعب. اذكر 3 لاعبين حققوا 3 دوري ابطال متتاليه من عدد انه من دون ذكر لاعبين من ريال مدريد. 3 دوري ابطال متتاليه، ومن يسويها؟ غير هي الثلاثيه التاريخيه مال زيدان. هاي السؤال ونعيد. اكو نادي يسويها؟ اذكر 3 لاعبين حققوا 3 دوري ابطال متتاليه من دون ذكر لاعبين من ريال مدريد. صار 20 ثانية وعدت التسجيل. يلا هاي بعد ماتش. انا اتوقع بس اي سي ميلان مسويتها، ما اذكر يعني ما عدا ريال مدريد. ما ادري اذا مسويتها او لا، لكن على ذكر شو اسمه راح اقول مالديني وانزاغي وينيستا. مو هذا نيستا. هو خطأ يا شباب. اي سي ميلان حققت الثلاثية بنهاية الثمانينات. يعني ما يعني هذول اللي واعيك هم صحيح اساطير اي سي ميلان، بس خولد كان موجود. المهم يا شباب غلسوا مو شرط اعرف السؤال. ما اعرفه. يلا السؤال. اذكر لاعبين حققوا كأس العالم 3 مرات متتالية. لاعبين حققوا كأس العالم 3 مرات متتالية. يلا اكلها بعد نعطي نسأل شك يقول لي بنهاية 2002 ليفركوزن فازت 2-1 من القوى متتالية. ايش قد؟ مرتين؟ لاعبين حققوا 3 كأس عالم متتالية. واحد بيليه، واحد من يبي بيليه. ما يعرف. كافو. يلا عادي ولا غير زمان بس هذا ما اعرف بس كومي بيليه حققوا بال 58 54 58 هيك كافو مواليد 70. يلا يا اخي ما اعرف. صار هذا لا سؤال خامس. اذكر لاعب حقق الكرة الذهبية عام 2000. عام 2000 زيدان. عمك اللي تشوف يسجل عليك بيوس وتقول عليه مو لاعب. ريجو. والله اعرف، تعرف انا يعني سامع معي المعلومة. المهم يا شباب بعدين اتاكد للفار والنتيجه تطلع لكم. للامانه ما نعرف من الفاز، بس انا راح اعاقب عباس. في المهم وصلنا انها كيف ما كنت عاقب من قال لك تجربتك صحيحه؟ من قال؟ بعدين الله يكرمك. يلا راح نشوف التسجيلات وواحد راح يتعاقب. المهم يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، والخسران راح يدفع $1000 وطبعا شنو يدفع ايش قد؟ $1000. $1000 عندك؟
والله ما شايف فرق يعني. بالمهم يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك.